خلينا اتكلم معاكم النهارده بصراحه عن واحد من اهم المشاريع الاستثماريه في السوق السياحي في مصر، مشروع تطوير مصر المنتج جلاله. مش هنتكلم عن المشروع كتصميم او شكل او رفاهيه بس، لكن هنتكلم عنه كاستثمار وقيمه فلوس وفرصه حقيقيه لو انت داخل السوق بعقليه مكسب مش بس سكن. اول حاجه، ليه المشروع ده عامل ضجة؟ المشروع ده مش مجرد كومباوند على البحر، ده مشروع دولة بتصنع مدينة سياحية جديدة على الجبال المطلة على البحر الأحمر. الفكرة هنا مش إنك بتشتري وحدة سكنية وبس، أنت بتشتري موقع مستقبلي هيبقى عليه طلب على المدى البعيد كسياحي أو سكن. وأكبر ميزة في المشروع ده تحديدا إنه بيقدم تجربة السكن المدرج على الجبل، وده بيدي لأغلب الوحدات وجهة بحرية صريحة، وده عامل مهم جدا في إعادة البيع المستقبلي. تاني نقطة مهمة، الاستثمار هنا بيشتغل ازاي؟ اللي فاهم العقار كويس هيقول لك العقار مش سباق سرعة، ده سباق في القيمة. المشروع ده مناسب لثلاث أنواع من المستثمرين: اللي عايز مكسب رأس مالي على المدى المتوسط، اللي عايز دخل بالدولار من التأجير السياحي، واللي عايز يحافظ على قيمة فلوسه في أصل عقاري قوي. بس خلينا أكون صريح، المشروع ده مش مناسب للمضاربة السريعة واللي داخل يستثمر خلال سنة، ده استثمار صبور شوية. ثالث نقطة، أهم عوامل القوة في المشروع ده اللوكيشن. مدينة الجلالة بقت نقطة جذب سياحي واقتصادي كبيرة على البحر الأحمر، وقربها من القاهرة بيزود الطلب عليها مع الوقت. تاني حاجة، نظام الخدمات. المشروعات اللي بتنجح استثماريا مش بس اللي شكلها حلو، لكن اللي عندها حياة كاملة داخل المشروع. ثالث حاجة، السياحة الداخلية. السوق السياحي في مصر بقى يعتمد بشكل كبير على السياحة الداخلية، وده بيدعم المشروعات الساحلية الجبلية. رابع نقطة، خليني أقول لك الحقيقة اللي محدش هيقولها. لو أنت داخل المشروع ده لازم تسأل نفسك ثلاث أسئلة قبل ما تشتري: هل الوحدة دي هتتباع بسهولة بعد كذا سنة؟ هل هتتأجر بشكل مستمر؟ هل المنطقة دي في المرحلة الأولى للنمو؟ لو الإجابة يبقى أنت ماشي صح. خامس نقطة، استراتيجية الدخول الذكي. أذكى وقت للشراء في المراحل الأولى للطرح، أو قبل اكتمال الخدمات بالكامل، أو لما يكون في خصومات على الكاش أو التقسيط الطويل. لكن سعر العقار بيزيد مع التطور الإنشائي مش العكس. الخلاصة، المشروع ده مش فرصة سريعة، دي فرصة لبناء أصل عقاري على مدى طويل. العقار هنا مش رفاهية، العقار هنا قرار استثماري للمستقبل. لو بتفكر تدخل السوق، فكر بعقل المستثمر مش بعقل المشتري العادي.